بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لمسة بسمة. في الروتين تاع اليوم كما رانا نشوفوا مع بعض غادي نديروا 3 وصفات في فيديو واحد. الوصفة الأولى نبدو بخبز الكوشة، يجي هشيش وخفيف. بالنسبة للمقادير نحتاجو 3 غرفيات بومبي نتاع الفارينة، مغرفة ممسوحة خميرة الخبز، وملعقة صغيرة سكر، وملعقة صغيرة ملح، وماء دافي باش نلمو العجينة بالطبع. انا العجينه ما نحبش كيما قلت لكم، ما نبغيش نعجنها ندلكها كيما نقولوا، نبغي ندربها كيما السفن تجي خفيفه وهشيشه. ونخلطوا المكونات تاعنا كاع مع بعض مليح حتى اللي يتجانسنا العجين تاعنا، ونزيدوا الماء نخفوه بشويه نتاع الماء حتى اللي نحسوا العجينه تاعنا ولات ملساء خفيفه، ها هي اللي تبان في الفيديو. ونزيدوا الماء من نشوفوا تحصلنا على القوام المطلوب، ندربوها شويه حتى نخرجوا لها هذاك الهواء اللي يكون فيها مليح. ومن بعدها نخلو العجينه نتاعنا نغطوها ونخلوها ترتاح. بالنسبه للوصفه الثانيه هي عباره عن صلصه طماطم كما رانا نشوفوا مع بعض. ناخذ ربع حبات طماطم على حسب الرغبه، على حسب الموجود، نغسلوهم ونقطعوهم شرائح كما راه يوضح الفيديو نتاعنا. تحب تزيد بصلة تقطعها معاهم شرائح تاني تجي الصلصة تاعنا شابة. نزيدو مغرفة ملح وشوية نتاع الماء، حوالي ربع كاس تاع الماء، نعرفوا بلي الطماطم تطلق الماء نتاعها، ونديروها طيب على نار هادئة. بالنسبة للوصفة الثالثة تكون عبارة عن كفتة السردين ولا شرمولة السردين، كل شخص كيفاش يسمى. للوصفة نحتاج ناخدو شوية نتاع الراوس كما تشوفوا، نغلوه في شوية نتاع الماء، وهنا نولو للعجين تاعنا. بعد ما تكون العجينة تاعنا خمرت وتضاعف الحجم نتاعها، ناخدو طاجين ندهنوه بشوية نتاع زيت زيتون ولا زيت عادي حسب الرغبة. انا نحب زيت زيتون يعطيه قوش شباب بزاف. وسيو الوصفة وجربوها وردوا عليا. وهنا ناخدو العجين تاعنا ونديكازو، نخرجوا له كاع داك الهواء اللي يكون فيه مليح، ونقطعوا العجينه نتاعنا. نقطعوا العجينه الاولى ثم نكرر نفس العمليه مع العجين المتبقي. هذه الكميه خرجت لي 2 خبزات ملاح وخفاف. ثم نجيبوا شويه نتاع السميد كما رانا نشوفوا ونرشوه فوق الخبزات نتاعنا باش نجمو نبسطو العجينه تاعنا. سميد ولا فرينه ماشي شرط، بصح انا تبان لي السميد يجي يعطي قوش شباب ويجي نظره شابه في الكسره نتاعنا. ويبقى لكم هذا حسب الرغبه تاعكم حسب الموجود. ونسرحو نبسطو العجينه نتاعنا مليح على حسب الطاجين تاعنا. وهنا كما راكم تشوفون اسيي باش نبسط العجينه نتاعي متساويه، باش في الطياب نتاعها ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه، تجي السطح نتاعها مستوي. ونكرر هنا نفس العمليه مع العجينه الثانيه، نبسطوها مليح كما رانا نشوفوا على حسب الطاجين تاعنا. واذا شفناها بلي العجينه تاعنا راه تتلصق في يدينا، نزيدوا شويه سميد باش نجمو نسرحوها. وهنا نترك الخبزات نتاوعي يرتاحوا مرة أخرى. وهنا نكونوا سخنا الفرن على درجة حرارة عالية ونديروا الخبز تاعنا يطيب. وهنا بعد ما طابت الطماطم تاعنا ناخذوا الرحايه نتاعنا، الرحايه اليدويه كما كتشوفوا تجي لاصوص تاعها روعه. وجربوها وردوا لي الاجابه. هنا كما رانا نشوفوا فرغوا الطماطم تاعنا في الرحايه
ونبداو نرحو فيها حتى اللي ما تبقالناش قطع طماطم كما راه يوضح الفيديو. كما يقولوا الفيديو عبر عن نفسه. وهنايا بعد ما كملنا لاصوص تاعنا دوك نشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي روعه. تحلفوا باللي الطماطم هذه ماشي نتاع الدار، تبان باللي مشريه. وها هو القوام تاعها وجربوها حبيباتي ما تندموش عليها. واللي يحب يزيد لها شويه زيت يزيد لها شويه ملح على حسب الرغبه. وهنايا نمروا للوصفه الثالثه واللي تكون كفتة السردين ولا شرمولة السردين. راكم كيما راكم تشوفوا بعد ما نقينا السردين تاعنا ونحينا له هذاك الشوك والريسان تاوعه، نزيدوا له شويه معدنوس وشويه ملح حوالي ربع ملعقه صغيره على حسب الكميه الموجوده وعلى حسب الرغبه. كاين اللي ما يبغيش الماكله مالحه، كاين اللي يبغيها مسوسه، كاين اللي يبغيها شويه. وزدنا شويه سكينجبير حوالي ربع معلقه صغيره. ونزيدو كذلك مغرفه نتاع كمون صغيره بالطبع. وناخدو زوج فصات نتاع الثوم ونقطعوهم كما راه يوضح الفيديو. اللي تحب ترابيهم ماشي مشكل. انا بغيت نديرهم بهذه الطريقه. وهنا بعد ما طاب الروز تاعنا كما كتشوفوا انا درته سخون، نتوما خلوه حتى اللي يبرد وديروا. انا من كنت مزروبه هذيك هي خدمت به ليه. نزيدوا كميه تاع الروز حوالي كانت 4 ملاعق هكاك. ونضيفوا 2 ملاعق معمرين غايه بومبي كما نقولوا نتاع لا شابيو خبز مطحون. ونخلطوا الكفته نتاعنا مليح حتى اللي تتجانس المكونات نتاعنا مع بعض كما راكم تشوفوا في الفيديو. ولما يتجانس الخليط نتاعنا مليح ونحسوا الكفته تاعنا بدات تتلم وتتخلط غايه، نشكلوا كويرات صغار هكا ديبول. ونكونوا في صحن من جهه اخرى موجدين صحن تاع الفارينه باش نرمدوا فيه الكويرات تاعنا. نرمدوهم مليح في الفارينه ونبسطوهم مليح باش يجي الشكل نتاع الكفته تاعنا ولا الشرموله تجي طايه شكل الشباب. ونكرر نفس العمليه مع الخليط المتبقي. ونجي البنه نتاعها شباب بزاف تعطي جو شباب. سيوها ورجعوا لي الاجابه نتاعكم. خفيفه وهشيشه بزاف كما رانا نشوفوا. نرمدوهم مليح كامل الكويرات نتاعنا ونعاودو نبسطوهم غايه باش يجي الشكل نتاعهم شباب ومتناسق. وبعد ما نشوفوا باللي الخليط تاعنا قريب نكملوا معاه نكونوا من جهه اخرى وجدنا الزيت يسخن في مقله ونرمو الكويرات تاع الشرموله تاعنا نديروهم يتقلاو. وهنا كما رانا نشوفوا ها هو الخبز تاعنا وجد معانا احمر شباب. نحو الخبزه نتاعنا ونخلوها جانبا تبرد. وهنا بالنسبه لاصوص تاعنا كونوا خدينا في مقله شويه نتاع الزيت نقلو فيه شويه بصل وشويه ثوم ونضيفوا عليها طحيناها مع بعض. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما طابت كفتة السردين تاعنا ولا الشرموله زدنا معاه شويه سلطه عاديه بالخل والزيت. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم تاعنا
تدعموا قناتي بالاشتراك ونرحب بكل مشتركة جديدة انضمت لينا، ونقولها ان شاء الله قناة تاعنا تكون فال خير عليكم وتكون لمسة بسمة في حياتكم. وإلى اللقاء في فيديو جديد، ما تنسوش تدعموني بالجيم والاشتراك. مع السلامة، ونتمنى الفيديو الجاي يلقاكم بخير بصحة وبعافية.